السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ لو مهتم بجديد ومفيد فعلا من التطبيقات اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل ما هو جديد ومفيد فعلا من التطبيقات. في القناة عندي اقدر اعرفك التطبيقات الحديثة اللي بتسهل عليك حياتك اليومية وتطبيقات الفيك وكمان التطبيقات الهاكر. النهاردة ان شاء الله مع شرح تطبيق جديد هو اسمه هوت فيس. التطبيق ده مساحته 67 ميجا، محمله اكتر من مليون شخص. التطبيق ده خاص او من ضمن تطبيقات التواصل الاجتماعي، اللي هو بتحمل التطبيق بتتعرف فيه على اصدقاء جديدة، تعرف فيه على ناس جديدة من نفس المكان اللي انت فيه او نفس البلد اللي انت فيها او من بلد تانية. بتكونوا بينكم وبين بعض صداقات، مكالمات صوتية، مكالمات فيديو، بوستات تتنشر. بس طبعا اول حاجة ده تطبيق مش مجاني، ده تطبيق من ضمن تطبيقات اللايفات اللي هي بتكون الغرض منها ان شباب تحمل التطبيق وتخش تدفع اشتراك علشان تكلم بنات. تدفع لها بقى اشتراك، تدفع للتطبيق اشتراك شهري، يجيب لك بنت تتكلم معاك مكالمة صوتية ومكالمة فيديو. الحاجات اللي هي يعني حاجات مش كويسة أو حاجات يعني تغضب ربنا سبحانه وتعالى. تكلم بنت، مكالمات صوتية، مكالمة فيديو، بنت تتكلم معاك تقلع لك على الفيديو، الحاجات دي كلها. فدي من ضمن التطبيقات اللي أنا يعني ما بشجعش إن حد يحملها تماما. وأتمنى إن المتجر بتاع جوجل بلاي يشيل أصلا التطبيقات دي، عشان دي كلها الأغراض منها أغراض جنسية، والغرض منها ان هي تلم فلوس، وغرض منها بيستغلوا حاجة الشباب اللي هم مثلا مش متجوز، او الشباب اللي هي بتحب يبقى ليها علاقات كتير او نزوات او الحاجات دي كلها، ان هي تحمل التطبيقات وتدفع اشتراكات وتتكلم مع بنات، وكل شوية بقى يعني ياخد منه اشتراك شهري على طول علشان يفضل مخليه يكمل مع نفس البنت، او يقدر ان هو يتواصل معاها على طول او الحاجات دي كلها. فهو الغرض من التطبيقات اللايفات دي كلها الاغراض اللي هي الجنسية والعياذ بالله. بس كده. وطبعا البنات انا بحذر البنات تحذير شديد ان محدش فيهم يحمل التطبيقات اللي زي دي خالص، لان التطبيقات دي بتطلب منك بعد ما تحمليها ان هي تدخل على الوسائط بتاعتك، الفيديوهات، الصور، كل حاجة عندك على الجهاز، الاتصال، جهات الاتصال بتاعتك. وممكن يبتزوك، وممكن ان هم طبعا بياخدوا الداتا اللي عندك على الجهاز كلها. ممكن ان هم ياخدوا صورك ينزلوها على التطبيق، ممكن ياخدوا فيديوهات ليكي ينزلوها برضو ويحصل لكم عمليات ابتزاز. فانا بحذر البنات بالاخص ان محدش فيهم يحمل اي تطبيق من التطبيقات دي. بس كده، ده يعتبر ابسط شرح للتطبيق. لو عجبك شرح التطبيق تدوس لايك للفيديو، لو عايز شرح تطبيق معين تسيب لي في الكومنت. لو اكتشفت ميزه او عيب للتطبيق في اي تحديث من التحديثات القادمه اكتبها في تعليقات الفيديو. شكرا، سلام عليكم.